مرحبا، معكم ميردام وهيدا بودكاست السياسي. واليوم عم نختم سوا سلسلة مستقبل سوريا، كيف لازم تكون. موضوع اليوم حساس ومعقد ويمكن مش دايما مريح، بس كتير ضروري. خليني أوضح من البداية، حلقة اليوم ما بتمثل الرأي الشخصي الكامل. إذا بدكن رأيي فأنا مع حق تقرير المصير، مش بس بكردستان سوريا، إنما بكامل جغرافيا الكردية من تركيا لإيران لعراق. وأنا شخصيا ما بعترف بهالحدود اللي قسمتنا وحطها المستعمر، وما بشوف ليش لازم نضل نحارب ونستشهد وبالنهاية نرجع نبوس أيادي لنعمل أخوة قصرية مع محتلين أرضنا، عرب أو فرس أو أتراك. ليش ما بيكون النضال الحقيقي هو لنوحد حدودنا أول شيء ونعيش مع إخوتنا الكرد، وبعدها نحترم جيراننا العرب وغيرهم، ونعمل علاقات حسن الجوار بكرامتنا مو تحت سقف الاحتلال. لكن حلقة اليوم مش عن هالحكي. اليوم رح نفترض انه الكرد فعلا قرروا يعيشوا ضمن حدود الدولة السورية الحالية، هالدولة المصطنعة من قبل الاستعمار، ورح نطرح سؤال واضح: إذا بدنا نعيش سوا كعرب وكرد وطوائف وقوميات تانية، فكيف لازم تكون هالدولة؟ وشو شكل نظامي اللي فعلا بيخلينا نكون مواطنين سوا بدولة واحدة؟ كيف ممكن الكردي يتخلى عن حلم دولة كردية ويحس انه سوري وبحق وينتمي لهالبلد ويدافع عنها؟ هيدا محور الحلقة. وليش ختمنا السلسلة بهيدا الموضوع؟ لأنه من أول حلقة بالسلسلة كله بيكمل بعض ومرتبط مع بعض. بهالسلسلة حكينا عن 7 مواضيع بشوفها شخصيا ضرورية لمستقبل سوريا. بلشنا من اللامركزية وشرحنا النظام اللامركزي وقارناها مع النظام المركزي، وحكينا ليش اللامركزية ضرورة في مستقبل سوريا. حكينا عن علمانية وكيف بتأمن عدالة بين الأديان والطوائف. شرحنا المواطنة وشو معناها الحقيقي. فتنا بموضوع المساواة وخصوصا بالمجتمع السوري المتنوع. حكينا عن المدنية وكيف بدنا نتخلص من سطوة الأمن والمخابرات. ناقشنا كمان الديمقراطية لأنها شرط أساسي مش رفاهية. شرحنا حقوق الإنسان، شرحناها مادة. وأخيرا وليس آخرا حكيت عن الحريات الفردية في سوريا المستقبلية. وهالحلقة هي حلقة الختام، مش بس عن الكرد بل عن العدالة، لأنه الكرد مش تفصيل، الكرد هن السؤال العدالة الأكبر بهالبلد. ما فيك تحكي عن الديمقراطية وفي تلت الشعب السوري مهمش، ما في صوت ولا تمثيل. ما فيك تحكي عن حقوق الأقليات وفي دين واحد ماسك التشريع والدستور. ما فيك تحكي عن الحرية والدولة أصلا أمنية مش مدنية. يعني إذا حققت اللامركزية علمانية مواطنة مدنية ديمقراطية مساواة وحقوق إنسان، فعليا يعني تقريبا بتحل القضية الكردية تلقائيا. والعكس صحيح، لحتى تحل قضية كردية لازم تحقق هال7 عناصر سوا، مش كل واحد لحاله. بهالطريقة بتصير القضية الكردية بوابة لحل مشاكل سوريا كلها، مش مجرد ملف جانبي. بتمنى تكون حلقة واضحة صادقة وتفتح مساحة للتفكير. وهلأ خلونا نبلش. بدي بلش بسؤال بسيط. إذا واحد خلق بحي وعاش فيه عمره وبيته موجود من قبل الدولة نفسها، بترجع بتقله أنت لاجئ؟ أنت نازح؟ هيك تماما قصة الكرد بسوريا. شوف خيي، نحن قبل ما يسمونا سوريين وقبل ما يخترعوا لنا حدود، كنا كرد عايشين بجغرافيا واحدة متصلة اسمها كردستان. مش دولة بمفهوم كلاسيكي، لكن منطقة فيها شعب واحد، لغة واحدة، عادات واحدة، خبز واحد والدم واحد. مثل ما كان العرب جزء من بلاد الشام بلا حدود بلا جواز سفر. وبيوم وليلة اجتمع البريطاني والفرنسي، رسموا خريطة على الطاولة وقالوا من هون ورايح
هيدا سوريا وهيدا عراق وهيدا تركيا وهون إيران. قسمونا نحن الكرد، بس مش لحالنا. بتعرف انه العلويين نفسهم اللي ساكنين بالساحل السوري عندهم امتداد طبيعي بتركيا، نفس العيلة مقسومة بين دولتين. الدروز نفس الشيء بجبل لبنان، بجبل عرب، بأردن وبإسرائيل. قبائل وعائلات واحدة اتقطعت حدودها مثل السكين تقطع قالب جاتو. مثل ما صار معكم صار معنا. جدي لما راح يتزوج طلع جاب عروس من منطقة قريبة، عادي كانت رحلة على الحمار، ما في حدود ولا دولة ولا ضابط حدود يوقفوا. بعد كم سنة قامت الحرب العالمية وانتهت واجت اتفاقية سايكس بيكو. فجأة صار بيت ستي بتركيا، ويعني هن ما تحركوا، الحدود هي اللي اجت ومرقت فوق راسهم، مش هن اللي مشيوا. وهون بصير واضح انه نحن ما جينا على سوريا هي اللي اجت علينا. يعني فهمت علي كيف؟ فرضوا علينا نكون سوريين، قطعونا عن اخوتنا الكرد التانيين، حرمونا من لغتنا، منعونا نسمي اولادنا باسمائنا، حتى الخريطة ما فيها اسم قرية كردية. طبقوا علينا تجارب تعريب من ايام البعث، منعونا من التعليم بلغتنا وسمونا أجانب. بس نحن ما كنا ضيوف ولا يوم كنا ضيوف. نحن سكان أصل مزروعين بهجبال مثل الشجر السنديان. نحن كنا هون قبل ما تكون في شيء اسمه سوريا. وإذا ما بدك تصدقني روح شوف شجرة زيتون اللي زراها بيو لجدي، عمرها أطول من دولة كلها. شيء بيزعل صراحة، لأنه تاريخ عم يزور، لأنه اللي لازم يكون شريك بالوطن عم يعامل كأنه طارئ أو خطر أو ملف. كل ما حدا قال الكرد الدغري بيفكروا بالانفصال. طب ليش ما حدا بيفكر بالعدالة؟ نحن مش غرباء، نحن أبناء هالأرض، مثل ما أنت ابنها، مثل ما الدرزي والعلوي وابن حوران. فقبل ما نحكي كيف نعيش سوا، خلونا أول شي نعترف بالحقيقة. الكرد ما أجوا، الحدود هي اللي أجت. ما رح أقعد اليوم أحكي لك تاريخ الكرد بشمال السوري بحدودها الحالية، لأنه صعب هالشي، صعب تختزل بفقرة صغيرة ضمن حلقة واحدة. بوعدكم رح أتناول تاريخ الكرد بشكل عام، ورح ركز على تاريخ غربي كردستان، لكن مش اليوم، إنما رح خصص لها سلسلة كاملة ضمن بودكاست ذاكرة وهوية. أما اليوم بدي أقول شغلة مهمة بخصوص تاريخ بشكل عام. أنا لما بحكي عن التاريخ لازم نكون واقعيين، ما في شيء اسمه حقيقة مطلقة بهالموضوع. التاريخ مثل القصة ومثل رواية، كل واحد بحكيها من زاويته. يعني التاريخ قدام عيونا عم يتزور. خود أزمة سوريا مثال، كنا موجودين عايشين، شاهدنا الأحداث، تابعنا كل شيء، ومع هيك لو تسألني اليوم عن الأحداث بدي أحكي لك إياها بطريقة والتفاصيل والزاوية يمكن أنت ما بتوافق عليها. فما بالك إذا بنحكي عن تاريخ من قرون، يعني شو اللي صار، كيف صار، هيك شيء مش سهل نعرفه. التاريخ مكتوب من طرف المنتصرين وتم تلاعب فيه لعشرات السنين. بالحقيقة لو بدنا نتكلم عن الحقائق الثابتة مثل الآثار، فينا نحللها، نرجع للأدلة، نحدد عمرها ونعرف من أي عصر جاء ومن أي شعب. لكن شو صار وكيف صار هي مسألة مختلفة، هيك شيء ما حدا بيعرفه. احنا عم نحاول نقرأ مصادر مختلفة ونجمع منها رواية قريبة لنا فقط، مش أكتر. الشيء الأهم هون إنه نفس الرواية ونفس المصادر أنا وأنت ممكن نطلع منها بنتيجة مختلفة، لأنه ما فينا نكون حياديين لما نتعامل مع تاريخنا ولا مع تاريخ الآخرين. كل واحد منا عنده منظور، عنده تجربة وعنده مواقف بيخلي الطريقة اللي بيشوف فيها التاريخ مختلف عن غيره. خليني أحكي شغلة تانية.
إذا بكرة اكتشفنا بشكل علمي ثابت مثلا أنه الكرد كانوا أصحاب الأرض وكانوا أصحاب حضارة قديمة، هل هالشي بيغير شيء من واقعنا؟ إذا اكتشفنا أنه هيدا كان تاريخنا، هل أنت رح تقلي تفضل هيدي دولتك؟ طيب إذا بكرة اكتشفنا أن الكرد كانوا ضيوف وأنه كانوا تحت سيطرة إمبراطورية تانية، هل رح نتخلى عن مطالبنا بحقوقنا؟ هل رح ننسى كل شيء؟ هل رح نبقى نعيش عبيد تحت حكم الآخرين؟ ما بتوقع. الماضي مهما كان ما بيغير المستقبل، اللي كان ما بيأثر على اللي جاي. الماضي فقط فضول وربما استخلاص بعض التجارب. اللي بنطالب فيه اليوم هو حقنا، مش مني من حدا. وإذا التاريخ بيقول إنه الكرد كانوا أصحاب حضارة أو كانوا تحت حكم إمبراطوريات، هيدا ما بيغير شيء. المهم اليوم كيف بنشوف المستقبل وكيف بنطالب بحقوقنا. خلونا نرجع شوي لوراء. من وين بدنا نبلش؟ ما حدا فيه يحدد بالضبط من أي سنة الكرد صاروا بالمنطقة. بكردستان العراق في كهف لنياندرتال، وبعفرين كمان. يعني من أيام النياندرتال كان ساكن في كهف دوداري في عفرين إنسان نياندرتال، والنياندرتال آخرين اللي كانوا عايشين في كهف شاندار في جنوب كردستان في كردستان الشمال العراق. هدول كانوا عايشين بنفس امتداد جغرافي، ما كان في شيء اسمه حدود ودولة سورية. هذا النياندرتال اللي حمل حاله وإجا من كردستان العراق ووصل لعفرين ما كان حامل معه جواز سفر، وما حدا وقفه على حدود. هلأ بيطلع لي واحد تيقول شفت انتو من أيام نياندرتال جيتوا من قنديل، يلا رجعوا على قنديل. من أيام ما كان الإنسان يجمع فواكه مجففة بالطبيعة، كان يرقد بالبراري ويصطاد غزلان بحجر. الأرض موجودة وما كان اسمها دولة سورية، والكرد موجودين هون بتاريخ غير معروف، ما فينا نحدد إمتى وكيف. يلي نعرفه هنن هون. خلينا نقرب شوي. الهوريين الميديين هودي حضارات كردية قديمة عايشة من آلاف السنين بهاي الجغرافيا، ومنتشرة من زاخو لعفرين لمردين لهولير. نفرتيتي الملك المصرية الشهيرة، بتعرف مين كانت؟ بنت ملك هوري من غرب كردستان، يعني من شمال السوري. اتزوجت من ابن ملك مصري كجزء من معاهدة صلح وتحالف. هلأ إذا منتقدم شوي بالتاريخ لقرن 13 منلاقي ضيفة خاتون أميرة كردية كانت حاكمة قلعة حلب سنة 1236 ميلادي. ما فينا نضل نقول الكرد اجوا مع صلاح الدين وكأنه قبل ما يجي صلاح الدين كانت الأرض فاضية. وإذا بنمشي بهالمنطق فبصير بحق لنا نطالب بالشام وفلسطين ومصر كمان، لأنه صلاح الدين حكم هونيك. بس نحن ما منفكر هيك، لأنه مش كل مين مر بمنطقة صارت هالمنطقة ملكه. وإذا حدا بيقول لي الكرد اجوا من تركيا فبقول له خي شو تركيا وشو سوريا؟ ما كانت في حدود. كانت العيلة بحلب تزور قرايبينها بعنتاب، مثل ما ابن حمص بيروح يجيب عروسته من حما. لكن لما اجى الاستعمار رسم خط على الخريطة وقال هيدا سوريا وهيدا تركيا. هون صرنا لاجئين ببلادنا؟ لا أبدا. هون بعد ما فصلونا عن أخوتنا الكرد وضمونا للدولة سورية، نحن صرنا شركاء في وطن اسمه سوريا، شاركنا بالجيش والحكم، وكان سوريا بأفضل حال وقت حكمها الكرد، لحتى اجت حزب البعث العربي الاشتراكي وفجأة صرنا ضيوف غير مرحبين على أرضنا ببلادنا. نعم، في بعض عائلات اجوا من شمال كردستان نحو جنوب اللي هي غرب كردستان، بس ما كان هروب من دولة ولجوء إلى دولة أخرى.
هالحكي صار قبل ما يكون في شيء اسمه سوريا أو وجود للحدود. يعني كانت الناس عم تهرب من حرب لمناطق تانية، مثل بالضبط كيف السوريين اليوم بيهربوا من درعا لدمشق أو من إدلب لحلب. الكرد كانوا يهربوا من ظلم عثمانيين ويروحوا لعند قرايبينهم الكرد بمنطقة تانية، وما كانت اسمها سوريا ولا تركيا. وإذا بعد كل هالشي بدك تعتبرنا لاجئين، طيب ماشي، لكن قلي بأي بلد بأوروبا اللاجئ بس ياخد إقامة بصير عنده حقوق، وإذا أخذ جنسية بيقدر يترشح يصير رئيس وزراء. فإذا نحن صرنا 100 سنة لاجئين مثل ما بتقول، هيدا ما بيعطيك حق تكون ديكتاتور فوق راسي. يا منعيش سوا، يا مننفصل، يا منضل نتصارع للأبد. بس قبل ما تختار اتذكر انه أوروبا يلي كانت تتحارب بحروب دموية هلأ موحدة وبنوا مع بعض مستقبل مشترك. في ناس بتجي بتقلك انتوا عايشين بسوريا، سوريا دولة عربية، خلصنا. هلأ فيك تقول عن بلاد الشام أو شمال أفريقيا أو مصر إنهم صاروا عرب لأنه الشعوب هنيك اتعربت، يعني لغتهم صارت عربية، ثقافتهم تعربت، وهن نفسهم صاروا يعتبروا حالهم عرب. بس نحن الكرد ما استعربنا، نحن بعدنا منحكي كردي، منغني كردي، منفكر كردي. يعني نحن مش عرب، نحن كرد عايشين ضمن دولة ديكتاتورية عربية عم تحكمنا، بس هالشي ما بيخلينا نكون عرب. هلا عن جد إذا كل أرض غزيتوها بتصير ملككن، معناها خلونا نعطي إسبانيا للعرب ونعطي الصين للمغول، ونقول إنه الفرنسيين لهم حق بسوريا والأتراك لهم حق بالبلقان، وكل مستعمر بيصير صاحب أرض. شو رأيكم؟ ما حدا بيقول هيك. الغزو ما بيخلق هوية ولا بيمحي شعوب. نحن هون من آلاف السنين، مش ضيوف ومش أقلية جديدة ناطرة اعتراف. نحن كرد سوريا مش ضيوف، نحن جزء من هالأرض، سواء انفصلنا عنكم وانضمينا لكردستان العراق أو انضمينا لتركيا وبقينا منضمين لدولة سورية. نحن مش لاجئين أو ضيوف، نحن أصحاب الأرض. إذا جغرافيتنا ضل جزء من هالدولة اللي اسمها سوريا، فإذا نحن جزء من سوريا شعبا وأرضا، مثل ما نحن بهويتنا، بثقافتنا، بلغتنا وتاريخنا. يعني منصير شركاء حقيقيين بهالوطن، نتشارك الثروات والسلطة وبكل شيء. أو خليني أقول شغلة تانية، لما نقول الدولة هي عمرها ما تعدى 100 سنة، مش معناها ما كان في كرد أو عرب قبل، بس القصة أنه شكل الدول اتغير. قديما الدول ما كانت تنسمى على اسم الشعوب، كانت تنسمى على اسم العائلات والعشائر أو السلالات. يعني ما كنا نقول دولة كردية أو جمهورية العربية أو إلى آخره، كنا نقول الدولة الأموية، العباسية، الفاطمية، الأيوبية، كنا نقول الهورية، الميدية، الزندية، الشدادية، المروانية إلى آخره. هدول مش أسماء شعوب، هدول أسماء عائلات حاكمة. يعني السلطة كانت بإيد سلالة مش بإيد شعب. بس هالشي ما بيعني إنه العرب ما كانوا موجودين أو الكرد ما كانوا موجودين هون. كانوا موجودين بثقافتهم، بلغتهم، بعاداتهم، حتى لو ما كان في دولة قومية على اسمهم. فلا حدا يجي يقول لي ما في شيء اسمه كردي لأنه ما كان في دولة كردية اسمها كردستان، لأنه حتى الدول العربية بشكلها القومي هيدي كمان حديثة. الدول القومية اجت بسياق جديد بعد سقوط إمبراطوريات، بعد حرب عالمية الأولى مع سايكس وبيكو، مع القوميات الحديثة. هلأ إذا بدنا نحكي عن مستقبل كرد بسوريا، صراحة ما في غير 3 احتمالات: يا انفصال، يا استمرار الصراع والاضطهاد، يا أما نتشارك الدولة.
أنا مثل ما قلت بأول الحلقة مع الانفصال، بس خلينا نكون واقعيين. كل الأحزاب الكردية والإدارة الذاتية وحتى باقي المكونات السوريين كلهم بيحكوا عن وحدة سوريا، فهون لازم نحكي عن التشاركية كيف لازم تكون. أول شغلة، ما بيمشي الحال نضل تحت سلطة الجهاديين والعصابات مثل جولاني وغيره. بدها تنشأ هيئة انتقالية شرعية، هيئة عن جد بتآمن بالتشاركية، بالديمقراطية، بالعلمانية، بالمواطنة، بالقانون الوضعي وبحقوق الإنسان. هيئة تعتبر سوريا وطن للجميع، مش بس لطائفة ولا لفئة. السلطة الحالية ما عندها أي مقومات لتدير حوار ولا لتقود مصالحة ولا لتعمل شراكة. الحل مؤتمر وطني حقيقي الكل بيشارك فيه، والنتيجة رح تكون مرضية للجميع وأفضل بمليون مرة من عبثية الجهاديين. منبلش بسؤال كتير بريء: كيف بتخلي الكردي يحس انه سوريا وطنه، ما بيحتاج ينفصل او يعمل دولة لحاله؟ الجواب اسهل مما بتتخيل، اعطوه حقوقه بكل بساطة. عملوا دولة لا مركزية، خليه يدير مجتمعه بنفسه. ليش بدك تجيب عربي من برا ليديره؟ شو هو غنمة لتعين راعي فوق راسه؟ تاني شيء، عملوا ديمقراطية حقيقية، الكردي يشارك بالسلطة مثل العربي، من أصغر وظيفة لأعلى منصب على أساس الكفاءة وأصوات الشعب. خلي يكون في حرية كاملة بالثقافة، يلبس مثل ما بده، يحكي لغته، يسمي ولاده ويعيد أعياده. عن جد ما بفهم كيف لغتنا وأسمائنا وأعيادنا صاروا خطر عليك. خلي يكون في مساواة حقيقية، يعني لما يكون عندك علم أنا كمان بدي يكون عندي علم بيمثلني، أو خلونا نتفق على علم جديد بيمثلنا كلنا. نفس الشيء مع نشيد الوطني، يا نعمل نشيد واحد بيمثل الكل، يا كل واحد يكون له نشيده. تاني شيء، لما أنت بتروح على الجامعة بتتعلم بالعربي، ليش ما يكون عندي جامعة بالكردي؟ الخلاصة، الحل الوحيد هو دولة اتحادية فيدرالية، يعني ما عم نخترع العجلة. سويسرا فيها 4 لغات رسمية وعايشين بسلام، ليش عنا لازم تكون معقدة؟ هذا هو الطريق برأيي. إذا بدنا سوريا ديمقراطية عادلة عن جد، بدنا نبلش من هون. بالنهاية، إذا بدنا نلخص كل شيء حكيناه بهالسلسلة مستقبل سوريا كيف لازم تكون، في كم كلمة مفتاحية لازم يضلوا محفورين براسنا: اللامركزية، العلمانية، الديمقراطية، المواطنة، المدنية، المساواة، الليبرالية، حقوق إنسان، وحل القضية الكردية من خلال مشاركة حقيقية. هدول مش شعارات فارغة، هدول وصفة لمستقبل فيه أمن وأمان واستقرار وتطور على كل الأصعدة: اقتصادية، أمنية، إنسانية، وحتى أخلاقية. والوصفة صدقوني سهلة وبسيطة ومش اختراع جديد، كتير دول بالعالم جربوها ونجحوا، وما في سبب نحن ما ننجح. العقبة الوحيدة انه لازم نشيل اي سلطة ما بدها هالوصفة، ونجيب سلطة جديدة تاخد هالوصفة وتبلش فيها من دون تردد. بتمنى ترجعوا تسمعوا كل الحلقات السلسلة لتفهموا شو مقصود بكل مصطلح وكيف ممكن نرسخه بسوريا. برجع بذكركم بهالسلسلة ما كنت عم أقول آرائي الشخصية، إنما اعتمدت على كلام علمي بحت بكل حيادية. الهدف ما كان أنه نتنبأ بالمستقبل كيف شو رح يصير، الهدف كان أنه نرسم صورة لمستقبل سوريا كيف لازم يكون. شكرا لإصغائكم، كان معكم مير. سلام.